الحمد والشكر والثناء نستهل لقاءنا هذا وكل لقاء ثم بالصلاة على خير الأنام وسيد الشفعاء وبالصلاة عليه أطفئ نارا حرها يتوقد كيف لا أصلي عليه ويقيني بأن الشفيع يوم الحشر محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى كل من صلى عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. بداية الإنسان لا يدري كيف ينطلق وكيف يبدأ أمام هذه الكوكبة وأمام هذه الثلة وأمام هذه المجموعة وأمام مجموعة من الشعراء. صحيح أنني إعلامي ولغوي ولست بلغوي ولله الحمد. أفتخر بأنني قد بادرت منذ نعومة أظفاري للحفاظ والمحافظة على لغة القرآن الكريم ولسان سيد الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، حيث أنني تعلمت القراءة قبل الكتابة، لأنني تعلمت قراءة القرآن الكريم، حيث إن والدي كان أميا لكنه كان يقرأ القرآن دون لحن في القول، على عكس ما نراه الآن من الإعلاميين جلهم أو كلهم، ولا أقول الجميع ونستثني، ولكل قاعدة استثناء. وأفتخر بأنني ولله الحمد أتمنى أن أكون جسرا ثقافيا إعلاميا بين جمهورية مصر العربية الحبيبة الشقيقة وبين دولة قطر، لأنني صان الله شرفكم وشرفنا، لأن شرف الأمة العربية شرف واحد. مصر والسودان ودولة قطر والبحرين والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية كلها محطات نتوقف عليها وقطار يمر فيه ونحن نمر بهذا القطار على هذه الأمصار. أنا حقيقة من خلال هذا اللقاء بعد أن كانت حالتي كطفل مل من ثدي سقيم فمال عن الرضاع إلى الفطام، عن حال الأمة العربية وعن حال اللغة العربية، كيف نجد حالنا الآن تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يروى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. إنها الدنيا، إنها الدنيا، وقد يعلو على ماذا؟ على ظهور الجياد ذباب ويقود أسراب الصخور ذباب. إنها غراب، إنها الدنيا. أرى غنما تأكل ما تهوى وأسدا بواد تطلب الماء لا تروى، وأشراف قوم لا يجدون قوتهم وأنذال قوم يأكلون المن والسلوى، وما أخذوا هذا بحد سيوفهم ولكن قضاها عالم السر والنجوى. علينا ألا نيأس وألا نبتئس من روح الله ولا من رحمة الله. وأنا أقول وبكل صدق وبكل صراحة مهما اختلف القادة والساسة والسياسة فهم إخوة، وندعو لهم بالخير ولا ندعو عليهم، لأننا قلب واحد، نكون كروح بين جسمين قسمت فالجسم جسمان والقلب واحد. أصابع كف المرء في العد 5 ولكنها في مقبض السيف واحد. الله الله. هذه حال الأمة العربية، فمتى ما أصابت مصر أصابها الوهن، أصاب الوهن الأمة كلها. وعندما أصاب الوهن لا سمح الله دولة قطر أصاب الوهن ماذا؟ الأمة كلها. فالأمتان العربية والإسلامية أمة واحدة، قبلتنا واحدة، قرآننا واحد، نبينا واحد، ونحن نصلي عليه، فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. فلماذا لا نكون همزة وصل، لا نكون همزة قطع بين الشعوب كلها؟ وأنا أقول هذه الكلمة من كل صدق وبكل صدق، إن دولة قطر وجمهورية مصر العربية وبقية الدول العربية كل هذه الدول تسعى جاهدة مجتهدة، حتى إن السفارة دولة قطر في القاهرة وعلى رأسهم سعادة السفير هذا الرجل البطل الشجاع حقيقة النشر في المجالات كلها،
في الثقافة، في السياسة، في العلم، في المجتمع، يحاول جاهدا مجتهدا أيضا أن يكون مثلي جسرا لإعادة ماذا؟ الثقافة مرة أخرى بين الشعوب، لا أقول بين الشعوب العربية، بل أقول بين الشعب العربي الواحد، لأننا أمة واحدة وأصحاب رسالة خالدة باقية، رسالة محمد بن عبد الله. فما دمنا محافظين على هذه الهوية والأخوة، وستبقى هذه الأخوة بين الإخوة وبين الأخوات. واسمحوا لي همزة وصل هنا أنني أطلت عليكم، أطال الله طيلتكم من خلال وجودي بينكم، حيث إنكم وجهتم لي هذه الدعوة. صالون المصري، بل هو صالون عربي يجمع الأمة كلها والشعب كله والأمة كلها والإخوة والأخوات. والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد والتوفيق، ووفقتم وبورك فيكم كما بارك الله في التين والزيتون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شبعناش والله. شكرا جزيلا. ما شبعناش والله.